متى اقدر اقول ان هذا التصميم وايد ذكي وهذا التصميم وايد حلو؟ تمام. وفي فرق بين المصطلحين اكيد. اكيد طبعا. التصميم الناجح هو اللي يجمع ما بين امرين، اولا الوظيفه، ثانيا الجماليه. يعني ما يصير انا اسوي تصميم وايد حلو بس بنفس الوقت مو عملي، ما اقدر استخدمه. نفس مثلا بعض الناس اللي يعني دائما احب اضرب امثله تبسط المعلومه. تلاقي شخص مثلا صاله بيتهم يحط فيها تفاصيل لها اول ما لها اخر، من كثر التفاصيل اللي موجوده بالمكان كنقوش وزخرفه وكذا، هو يبحث عن الفخامه، فعلى باله انه كثر ما حط اثاث كلاسيك وضخم ومزخرف وكذا، وزخارف بالحائط وزخارف بالاسقف وزخارف بالارضيات، وقط فلوس وايد وكلف الشغل وايد ومواد غاليه ومكلفه، بالنهايه المكان مزعج ما تقدر تقعد فيه 5 دقائق، فبالتالي هو ما ادى الوظيفه المطلوبه منه. فالتصميم الناجح لازم يجمع بين الامرين هذيل، الوظيفه والجماليه، ما يصير واحده فيهم بروحها، ما يصير المكان يكون عملي بس بنفس الوقت ما في جماليه، والعكس صحيح. حلو. انت معليش يعني بنتكلم عن تجاربك الشخصيه نفسها كعلي، يجولك عملاء يقول لك يا اخي سوي اللي تسويه انت، لك حريه الاختيار، يعطيك مساحه موسعه وثقه نقدر احنا نسميها، اساس انك تصمم له وتكون لك نتيجتك. هذا العميل اللي انا وايد احبه. اي، وعميل يجيك يقول لك لا ليش هذا وليش كذي، فيعطيك في ادق التفاصيل، يدش معك، وهذا عميل بعد تحبه نهائيا. نهائيا. في بعضهم كنسل العقد معاه ترى ورد له فلوسه صدق. اي والله زين، صارت معايا كذا ادري مره. بس شنو فروقات النتائج هنا معك قاعد تصير؟ تمام. شوف كمصمم انا احب اكون يعني اطلع الابداع اللي فيني. كل مصمم ترى في عنده حس ابداعي، عنده فكره براسه وده يطبقها على ارض الواقع، واحنا ترى اسعد لحظات حياتنا لما التصميم اللي انا سويته بالكمبيوتر او اللي كان على ورق اشوفه قدامي على ارض الواقع. هذه ترى شعور ما اقدر اوصف لك اياه، لازم تعيشه عشان تحس باللي انا احس فيه، سواء كان مشروع سكني او تجاري. يجيني عميل يقول لي انا مثلا عندي محل كافي شوب، اوكي فكرته كذي، جابانيز بانكيك حلو مثلا، وبس، وهذا المكان وهذه مساحته، يعطيك الفكره الرئيسيه وتصرف. اي الكونسبت ماله شنو هو، البزنس لاين ماله، اسم المكان اذا كان محدد الاسم، وبس وخلصنا على كذي. ابدي انا هني اسوي له الكونسبت ديزاين، الايدنتيتي كامله، فنسوي الفكره. احيانا يشوفها العميل من اول مره يقول واو ممتاز اوكي كونفيرم، احيانا يقول لا ودي اعدل اغير ابدل، ما في اي مشكله. حلو. لحد هني كل شيء من ذوق لذوق يختلف اكيد بالضبط، فيكون الامور ماشيه سموث. العميل هذا يخليك تطلع احسن ما عندك، ليش؟ لانه اعطاك الحريه واعطاك الثقه. ترى اصعب شيء لما العميل يعطيك الثقه، صح، تحس بالمسؤوليه، غير لما يجيك العميل يقول لك ابي 1 2 3، فخلاص انت تحس نفسك انت قاعد تطبق ستيبس معينه وخلاص اللي انت تبيه. في عميل ثاني وهذا اللي انا ما احبه، اللي يتدخل بالصغيره قبل الكبيره، وما شاء الله عليه فاهم بكل شيء، وفاهم بالقياسات، وفاهم بالالوان، وفاهم ايش حق جايني شلون صممت فانت بالضبط. فانت تسوي له التصميم يقول لك هذه كم ارتفاعها، مثلا والله ارتفاعها 1.20 متر، لا ليش ما تخليها 1.10 متر؟ هذه شنو اللون، والله احنا استخدمنا بريز، لا ليش ما تحط كفيلتين؟ زين يا عزيزي، ما انت خلاص اوكي، انت ممكن تقول الاشياء اللي انت تبيها تحبها، بس مو تعدل لمجرد التعديل، لمجرد انك انت تبي تحس. وفي ناس ترى يقول ترى انت ما سويت شيء، ترى انا اللي اعطيتك التصميم، ان قالت لي ترى انا اللي قلت لك شو تسوي، زين انت اللي قلت لك تسوي، ليش جيتني من البدايه؟ صح، وهكذا. فنواجه وايد المواقف هذه، لكن انا بالنسبه لي كعلي انا احب العميل اللي يعطيني حريتي، مو معنى هذا اني انا افرض رايي على العميل، وهذه نقطه جدا مهمه، هذا شيء اصعب لكي لا افهم غلط. في بعض المصممين للاسف يفرض ذوقه الشخصي على العميل، وهذه مشكله ترى. مثلا العميل يبي كلاسيك، لا ليش انا انصحك اسوي لك مودرن، المودرن احلى، هو الترند، ما حد الحين قام يسوي كلاسيك، فيبدي يقنعه بذوقه الشخصي او باللي هو شايف انه صح، وهذا خطا وايد كبير. احنا اهم شيء رقم 1 ABC كذي، يعني لما نبلش مع الزبون لازم ناخذ المعطيات، يعني انا اخذ المعطيات منك، انا ما اخلق التصميم، انا ابتكر الفكره اللي راح اطبق فيها معطياتك هذه على ارض الواقع. احتياجاتك مثلا، اذا كان بيت كم عدد افراد اسرتك، عندك عيال ما عندك، اولاد ولا بنات، اعمارهم، ثقافتك، بيئتك، من وين جاي، شنو تحب شنو ما تحب، شو الالوان اللي تفضلها، اخذ كل الخلطه هذه واحطها بالخلاط واطلعها بالشكل الفني والهندسي السليم. حلو. يعني تجارب وايد يعني انت مريت فيها، بس احيانا تجيك صدفه تعطيك اثر ايجابي لقدام، يعني مشروع مثلا او تصميم انت يعني وايد كنت خايف منه ووايد كنت متردد فيه، لكن حقق لك نجاح لقدام سنين بسبب هذه الصدفه. وبنفس الوقت تجيك تصاميم انت دارسها من اصغر التفاصيل الى نهايتها، لكن حسيت ان اخر شيء ما نجح وياك. تعطيني امثله ما بين هذا صار معي حرفيا.
صار وياك كذي وكذي حرفيا. سولف. شوف في بداياتي انا اول مشروع سويته خلينا نقول فعلي إيه؟ هو كان محل تجاري. حلو. وكنت توني يعني حتى ما عندي عمال، عندي رخصه بس للحين يعني اطقطق يعني على قولتهم بالسوق، ما عندي ورشه وما عندي هذا. ف يعني صديق قال لي في احد عنده محل في احد المجمعات يبي يسوي تسوي. قلت اسوي. فرحت مجمع كان وايد كبير وايد معروف ولوكشري يعني، والمحل ايضا كان براند. وكان يعني شبه فرانشايز ديزاين، يعني انا حتى ما تعبت بالديزاين، الديزاين هو اوريدي فرانشايز معتمد يعني. فخفت، والبادجت اللي كان محطوط انا ما كنت اعرف حتى اسعر وقتها. عرفت شلون؟ شيء جديد عليك، توني بالسوق جديد يعني. بس انا ادري ان البادجت هذا شويه يعني اوكي صحيح ما عندي اكسبيرينس بس الرقم كان قليل من باب تقييمك يعني. كان اوافق قلت اسوي، وانا ادري اني خسران. انا مو بس طلعت منه خسران ماديا نتكلم كبادجت، لا انا دفعت من جيبي مبلغ وقدره فوق المبلغ اللي انا ماخذه من العميل. شنو استفدت من هالموضوع؟ اول شيء سوالي انتشار وايد كبير عشان براند. اي، والشخصيه ايضا اللي كانت يعني صاحب المكان هذا كان يعني شخص معروف. وايد تكلم عني ووايد مدح فيني. وبالسوشيال ميديا كنت حتى انا بالسوشيال ميديا وبالانستغرام انا كنت بداياتي ما عندي حتى يعني عدد فولورز، وايد ناس قامت تتابعني. ولليوم يعني المحل هذا انا اوريه للناس من ضمن اعمالي. حلو. يعني مع العلم ان انا يعني اللي بياخذ عندك بدورات راح تقول لهم شنو البراند ومن المصمم ومن المشهور. ما في مشكله نقدر يعني احنا نعطي رؤوس اقلام بس بالدوره عاد لازم الناس تعرفون على اشياء وايد. ما في مانع. فهذا احد الامور وتعلمت منه وايد المشروع هذا. طبعا وهذا يردنا على مساله الاخطاء، مع ان معطياته ترى ايزي فرانشايز وتصميمه ذاهب اتوقع من الشركه الام. الى حد لا هو كان ذاهب از 3 دي ديزاين بس ما كان فيه مخططات تنفيذيه، ما كان حتى وقتها ما يعني بس الاساس عارفه بالضبط. كنت اشتغل بايدي مع العمال، ما كنت لاقي عمال تغطي معاي، اشتغلت كهربجي